موقف واحد مصري بيحكي فيه ان هو كان شغال عند واحد عراقي، فحصل ما بينه وبين العراقي ده مشاكل، فالعراقي ده مد ايده عليه وضربه بسبب ان العراقي ده كان عنده قرايب مهمين في حزب البعث، وكان ساعتها حزب البعث هو الحزب الحاكم. فالعراقي ده بهدل المصري وضربه ضرب مبرح. فالمصري مروح، فواحد جاره عراقي شافه ولقاه متبهدل ومتهان، فقال له ايه المشكله؟ فقال له حصل واحد اتنين تلاته. فكان صدام حسين عامل في كل مدينه مكتب للشكاوى، فالعراقي نصح انه يكتب شكوى لصدام حسين مباشر، فتردد وخاف وقال انا خايف لا يحصل لي مشاكل وكده وانا جاي اكل لقمه عيش وهمشي. لكن العراقي صمم وقال له لازم تكتب الشكوى دي، وبالفعل يكتب الشكوى ويكتب فيها اللي حصل كله، ويروح باعتها في احد مكاتب البريد. وفي خلال ايام بسيطه في البيت بالليل لقى ناس بتخبط عليه جامد، فبيفتح فلقى شرطه، فقلق وخاف وعرف ان هو كده عمل المصيبه. ولكن الناس دي طمنته وقالت له ما تقلقش، البس بس وتعالى معانا. فقال لهم انا بريء وما عملتش حاجه. قالوا له بس البس وتعالى معانا، وخدوه وفجاه لقى نفسه قدام صدام حسين.